يعني ايه حلم؟ هل هو شوية صور وكلام ملوش معنى؟ ولا ممكن يكون رسالة، علامة، يمكن حتى تحذير؟ كل يوم واحنا نايمين بنسافر من غير شنطة ومن غير فيزا، بندخل عوالم غريبة ونقابل ناس واحنا عمرنا ما شفناهم، ونعيش مواقف كأنها حقيقية ونصحى واحنا محتارين. السؤال اللي بيطرح نفسه هنا، هل الأحلام ليها معنى ولا دي لخبطة دماغ وقت النوم؟ الحلم رسالة بس من نوع خاص، جايالك من حتة جواك انت نفسك مش فاهمها، وده بالظبط اللي كان بيقوله الدكتور مصطفى محمود. بيقول لك ان الحلم مش مجرد خيال، دي الحقيقة اللي وراك اللي بتحاول تطلع للنور. يعني الحلم اللي بتحلم بيه هو انعكاس لحالتك النفسية ولمخاوفك ولرغباتك. كتير من الأحلام بتبقى صرخة من جواك بتقولك في حاجة غلط، صحيني. يعني لما بتحلم انك واقع او بتجري او مش عارف توصل، ده مش ممكن يكون رمز لفشل او ضغط او خوف انت مش قادر تعبر عنه وانت صاحي. يعني اللي بنعيشه واحنا صاحيين بنشوفه بشكل رمزي واحنا نايمين، اللي مضايقك في الشغل واللي قلقان منه حتى اللي بتحبه ومش قادر توصل له، كله ده بيطلع في الحلم بس بشكل غريب شوية. يعني ممكن تحلم انك في امتحان ومش لاقي ورقتك، وانت في الحقيقة عندك ضغط في الشغل او حاسس انك مش جاهز لحاجة. الحلم ده انعكاس لمشاعرك وتجاربك اليومية. هنبدأ نغوص في رحلة لعالم مختلف، عالم مليان بالاسرار والرموز. كل اللي قلناه ده من كتاب الاحلام للدكتور مصطفى محمود. الحلم مش مجرد خيال او صور عشوائية بنشوفها واحنا نايمين، هو وسيلة تواصل حقيقية بين العقل الباطن والعقل الواعي. العقل الواعي هو اللي بنعيش بيه حياتنا اليومية واللي بنفكر من خلاله بكل منطق ووضوح، لكن العقل الباطن هو المكان اللي بنخزن فيه كل مخاوفنا ورغباتنا وذكرياتنا اللي مش قادرين نواجهها او نفهمها. في الحلم بيتحقق الاتصال بين الاتنين، فالعقل الباطن بيبدأ يظهر اللي جواه بشكل رمزي علشان يساعد العقل الواعي يتعامل مع مشاعرك المحبوسة. الأحلام بتكون زي مفتاح لفتح أبواب داخل نفسك علشان تقدر تكشف المشاعر المخفية واللي ممكن تكون مؤثرة على حياتك بشكل غير مباشر. فمثلا لو بتحلم انك بتقع، ده مش مجرد حلم عابر، ده بيكون رمز لخوفك من فقدان السيطرة على حياتك. او لو حلمت بشخص عزيز عليك، ده ممكن يكون تعبير عن الشوق او الندم او حتى الخوف من الفقدان. او انك لما تحلم انك بتواجه موقف صعب او تحدي كبير، ده مش مجرد ضغط نفسي، ده بيكون رمز للخوف من الفشل او عدم القدرة على المواجهة. احيانا بنواجه ضغوط كبيرة في حياتنا، سواء كانت في العمل او العلاقات او حتى مع نفسنا، والعقل الباطن مش قادر يتحمل كل ده. في الحلم بيخلق لنا عالم بديل، عالم مش مرهق زي الواقع، فيه هروب من كل المشاكل والضغوط اللي بنعيشها. الاحلام مش بس وسيلة لفهم مخاوفنا ورغباتنا، لكنها كمان ممكن تكون وسيلة للهروب من الواقع. ممكن تحلم انك في مكان بعيد عن كل الهموم، او انك بتفلت من مشكلة كبيرة مش قادر تواجهها في الحقيقة. الحلم في الحالة دي بيكون محاولة للتهرب من الحقيقة الصعبة، لكن في النهاية بيكشف لينا اننا مش قادرين نواجه واقعنا بشكل كامل. هو محاولة للوصول لراحة نفسية مؤقتة بعيدا عن الصراع اليومي. لكن السؤال هنا، هل يمكن التحكم في الأحلام؟ الأحلام الواعية هي حالة بيكون فيها الشخص واعي انه بيحلم، وبالتالي يقدر يوجه الحلم ويسيطر على أحداثه. التحكم في الأحلام مش شيء سهل، لكن ممكن يتعلمه الإنسان عن طريق التدريب المستمر، أو تكتب مذكرات لأحلامك بمجرد انك تصحى حتى لو كانت بسيطة، علشان تعزز الوعي بحلمك. زي انك تسأل نفسك قبل النوم، هل ممكن أكون واعي في حلمي؟ أو اننا ننام في أوقات معينة علشان يساعدنا على تحسين جودة نومنا، زي النوم في وقت ثابت كل يوم علشان تدرب عقلك على الدخول في مراحل نوم أعمق، وده يسهل عليك تجربة الأحلام الواعية. وده يوصلنا لمعرفة أنواع الأحلام بأشكالها المختلفة. لكن في أحلام ناتجة عن مخاوفنا ورغباتنا، مش بالضرورة تكون رسالة من ربنا. وأول أنواع الأحلام الواقعية اللي غالبا بتكون ناتجة عن خوفك أو تفكيرك قبل النوم. لما تكون مشغول بفكرة معينة أو قلقان من حاجة في حياتك، عقلك الباطن بيبدأ يترجم المشاعر دي لأحلام واقعية بتشبه الواقع. النوع التاني في أحلام من الشيطان، وهي الأحلام اللي بتخليك تصحى من نومك مفزوع أو خايف. الشيطان بيستخدم الأحلام دي علشان يزرع في نفسك الخوف والاضطراب، لكن أهم حاجة إنك لما تصحى اذكر الله واستعذ من الشيطان علشان تحمي نفسك من تأثيرها. الرؤى الصادقة هي هدية من ربنا، دي أحلام أو رؤى بتحس إنها حقيقية وبتحمل رسائل واضحة وتنبيهات ليك، وبتكون مطمئنة وبتيجي في وقتها الصحيح، غالبا لما تكون في حاجة للتوجيه أو الفهم. الرؤية الصادقة هي جزء من 46 جزء من النبوة. أصدقائي، لو عجبكم الملخص وفكرتوا في كل فكرة طرحتها، ما تنسوش تشاركونا رأيكم. لسه مع كتاب الأحلام، ما تنسوش متابعتنا علشان تتابعوا كل جديد وتكملوا الملخص معانا. لكن قبل ما اكمله، اعملوا لايك وشير وتابعونا على القناة علشان نقدر نقدم لكم محتوى أفضل وأعمق. نرجع تاني لتكملة ملخص كتاب الأحلام للدكتور مصطفى محمود. الدكتور مصطفى محمود بيتكلم على تفسير الأحلام من منظور علمي. العلم بيشوف إن الدماغ مش بتتوقف عن العمل خلال النوم، لكن بتقوم بترتيب وتخزين الذكريات والتجارب اللي مرينا بيها خلال اليوم. الأحلام بتكون تركيب ذكي لذكرياتنا والمشاعر اللي بنمر بيها، والعقل بيجمع بين الأفكار
المشاعر بطريقة غريبة لدرجة ان الحلم ممكن يبقى مش منطقي. ممكن يكون الحلم محاكاة لواقعنا او تفريغ عاطفي لبعض الضغوط اللي بنمر بيها في حياتنا. وفي اوقات تانية الدماغ بيستخدم الحلم علشان يحل او يعالج مشاعر او مشاكل ما قدرناش نواجهها في حياتنا اليومية. فرويد كان شايف ان الاحلام بتكون مصدرها النفسي، يعني هي مش مجرد خيالات عشوائية، لكن في رسائل مخفية من العقل الباطن بتتكون فيها رموز مرتبطة بالرغبات المكبوتة والمخاوف. لكن في سؤال، هل الاحلام دايما صادقة؟ في فرق بين الحلم اللي بيجي من العقل والحلم اللي بيجي من الروح. الحلم اللي من العقل غالبا بيكون ناتج عن تفريغ للافكار والمشاعر اللي مرين بيها خلال اليوم، اما الحلم اللي من الروح بيكون اعمق واعلى من كده، ده بيكون غالبا رسالة او اشارة من الروح تيجي لنا لما بنكون في حاجة لارشاد او توجيه. الاحلام دي ممكن تكون فيها طمأنينة او تنبيه. لما ناكل وجبات تقيلة او دهنية قبل النوم، ده بيأثر على جهازنا الهضمي وبيسبب مشاكل في النوم زي الاحلام المزعجة او الغريبة، وده ممكن يسبب تحفيز العقل ويظهر في شكل احلام غير مريحة او غريبة، وده بيكون ناتج عن تفاعل جسمنا مع الطعام اللي بناكله. واخيرا وليس اخيرا هنعرف الفرق بين الاحلام العشوائية واحلام اليقظة، وده اللي وضحه الدكتور مصطفى محمود من خلال كتابه الاحلام. الاحلام العشوائية هي الاحلام اللي ملهاش منطق واضح او ترتيب معين. في الغالب الاحلام دي بتظهر بسبب تراكم الافكار والذكريات اللي مفيش بينهم اي علاقة واضحة. ممكن تحلم باحداث غير مترابطة، زي انك تكون في مكان معين مع اشخاص ما بتعرفهمش او يكون في مواقف غريبة. الاحلام العشوائية دي في معظم الاحيان بتكون نتيجة لنشاط الدماغ اللي بيحاول ينظم المعلومات او يفرغ مشاعر مختلطة من يومك. في اوقات تانية بتكون مجرد تفاعلات مع المحفزات اللي تعرضت ليها قبل النوم زي الافلام او الاخبار او حاجات تانية بسيطة زي الاكل. كل ده ممكن يكون مجرد تركيب عشوائي لذكريات وافكار مفيش بينهم ارتباط واضح. الدماغ في الحلم العشوائي بيحاول تنظيم المعلومات اللي خزنها، او يمكن بيحاول يعالج مشاعر وافكار متراكمة، وبيظهر كل ده في شكل صور واحداث غير منطقية. اما احلام اليقظة هي اللحظات اللي بنكون فيها صاحيين لكن عقولنا بتتجول في عالم خيالي بعيد عن الواقع. في احلام اليقظة بنكون عادة في حالة استرخاء او تشتت، بيبدأ عقلنا يصنع صور واحداث خيالية بتتعلق بامانينا واهدافنا المستقبلية. وفي بعض الاحيان بتكون احلام اليقظة مرتبطة بمشاعر القلق او الندم لو كانت متعلقة بمواقف مش بنتمكن من تحقيقها في الواقع. اصدقائي، كنا مع بعض في رحلة بسيطة من كتاب الاحلام للدكتور مصطفى محمود. لو عجبكم الملخص ما تنسوش تشاركونا رأيكم في التعليقات، وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان نقدر نشارككم المزيد من الملخصات. شكرا لمتابعتكم.